بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين في درس جديد تاع لوبتيك جيومتريك لابارتي اوبتيك جيومتريك لابارتي لو فيبر اوبتيك من موقع ودراسة في الجزائر. ما تنساش الاشتراك معنا وتسجيل الاعجاب اذا عجبك الفيديو واستفدت. الاعجاب بالفيديو بارك الله فيك. هذا السيد الاستغفار. اللهم انت ربي لا اله الا انت، خلقتني وانا عبدك وانا على عهدك ووعدك ما استطعت، اعوذ بك من شر ما صنعت وابوء لك بنعمتك علي وابوء ذنبي فاغفر لي فانه لا يغفر الذنوب الا انت. الموقع الأول دراسة في الجزائر. بسم الله الرحمن الرحيم. نبداو بالفيبر اوبتيك. لو فيبر اوبتيك أول حاجة لا ديفينيسيون. لا ديفينيسيون شي هي؟ اون فيبر اوبتيك إتان فيل فان، هو عبارة عن خيط رقيق فورمية دو ماتيريو، يتكون من زوج أنواع من المواد ترونسبارون يكونوا شفافة. لو ماتيريو ايون ديس دو ريفراكسيون لو بلي إليفي كونستيتي لو كور، تسمى دو لا فيبر. تسمى الفيبر هذا كيما ستيلو، هذا كيما ستيلو هذا كما راكم تشوفوا. عندكم هذاك الداخل الكحل او الداخل، وهذا الترونسبارون او يحط به للداخل الكحل، هذاك راهو هو لو كور القلب. وهذا الترونسبارون اللي راهو حاكمه هو لاغان. ها لوتر ماتيريو كونستيتي لاغان الغمد. هذا مكان. روحوا التعريب باللغة العربية. الألياف البصرية. نعتبر الألياف البصرية من أحد التطبيقات الهامة لظاهرة الانعكاس الكلي. وتكون البصري من القلب أسطواني، وهو الذي يحمل الضوء مغلف بغلاف على شكل أسطوانة متحددة على القلب. ويصنع القلب من زجاج أو بلاستيك ذو قارة انكسار أكبر من قارة انكسار مادة الغلاف، التي تكون عادة أيضا من نوع آخر من الزجاج البلاستيك. وهذا فإن الضوء بالعقل. ها هو رسم تخطيطي. هذا رسم تخطيطي. ها كما قلنا في ستيلو هذاك. ها الكحل هو المعرف بين تشيني الكل، وعندك هذه من هذا التشيني حتى الخط هذا هو لاكان. تسمى قيمة سمك هذا الغلاف الشفاف تاع ستيلو. عندك كل واحد عنده انديس دو ريفريكسيون. عندك هنا ان سي هو الانديس تاع لو كور او هنا، وعندك هنا ان لاكان راهو هنا وراهو هنا فقط. هذا مكان وش راح يصرف في الفيبر هذا. وهكذا فإن الضوء يعاني انقسامات كلية متعاقبة حتى يخرج من الطرف الآخر للليف. شوف هنا وش قالك. وعادة يوضع عدد كبير من الألياف البصرية مع بعضها لتكون حزمة مرنة كما الكابل. وتستخدم الكابلات الألياف البصرية في مجال الاتصالات، حيث يحمل الضوء معلومات خلال الألياف الضوئية تماما. دوكا راح نتعرفوا هنا. هاو الليف بصري هذا يقول كيجي الضوء. هاو جاه الضوء. اولا لازم نديرو لوكس اوبتيك. هو هاو لوكس اوبتيك كما هو ظاهر في الشاشة. تشوف لازم تاكوموندي الكاميرا. ها عندنا لوكس اوبتيك. هاو جا الضوء. ها هي زاوية الانسيدونس. هذه هي زاوية الانسيدونس، تصنعها دائما مع الشعاع والناظم. لوكس اوبتيك من بعد يخرج ينكسر. هنا مادام ينكسر الضوء ما خرجش هنا، ما دارش انعكاس او انكسر. مادام انكسر اوتوماتيكمون راح نطبقوا قوانين تاع سنال ديكارت ولا تاع سينيس. هي هذيك تاع هي تاع ان سينيس اي يساوي ان دو سينيس ار. هذا هو قانون سنال ديكارت. ان هو تاع الانديس هذا اللي في برا في سينيس الزاوية اي يساوي ان دو تاع لو كور. عملك صدم هنا في الكور. لو كان جا هنا وصدم في لاكان الغمد، تسمى رانا نستعملو ان دو تاع الغمد. سينيس ار هاي الزاوية هذه ار ديما كيف نحسبوها مع الشعاع هذا المنكسر مع لوكس اوبتيك. ثانيا عندنا هنا قيمة الزاوية هذه جديدة هي اي زيرو. اي زيرو هذه التي يدخل معها الشعاع هذا المنكسر راح يقيس لاكان، وهذه هي اللي تهمنا بزاف. هذه كيف نحسبوا اي زيرو قيمة تاع الزاوية. وين هنا يصطدم هذا الشعاع الضوئي نديرو خط مستقيم. هذا هو اللي نحددو به، هو يكون عمود على لوكس اوبتيك نعدو به اي زيرو. اي زيرو هذه وش هي قيمة الزاوية. هذه زاوية واسمها اي زيرو. كي يقولك احسب اي زيرو وش هو. سينوس اي زيرو يساوي ان جي على ان سي. دوك حنا نتعرفوا على هذا وش هو القانون. هذا هو ان جي تاع الغمد على ان سي تاع لو كور باش نحددوا سينوس اي زيرو. سينوس اي زيرو هذه الزاويه نحتاجوها. تسمى هذه ماهيش ديما لازم يكون القيمه. حنا نحوسوا على القيمه المثلى باش تحدث كما هنا قالك في التعريف. فان الضوء يعاني انكسارات كليه. باش تحدث انكسارات كليه متعاقبه لازم تكون الزاويه هذه قيمتها هذه. واذا كانت قل ولا اكثر دوك نشوفوا واش راح يصرى.
عدنا هاهو هنا واش يقولك سجوتا كومودي. ها اذا كانت اي هذه الزاوية هذه اللي هنا قالك اذا كانت اكبر من اي زيرو راه يحدث لنا ريفليكسيون انعكاس، واذا كانت اي اصغر او تساوي اي زيرو راح تطرى لنا ريفراكسيون، وحنا هذا هو نحتاجوها انعكاس، لازم تصرى لنا انعكاس، لازم ما تكونش اكبر منها. اذا كانت اكبر منها واش يصرى؟ يخرج من ولا يخرج من. المهم دوك تعرفوا على الحالات، بصح حنا نحتاجو لازم يدخل، لازم يبقى، لازم تصرى له انعكاسات مستمره متعاقبه. ان شاء الله انا حنكمل في البارتي دوزيام. معك الفيديو اكثر من 5 دقائق ما نقدرش نحمل على اليوتيوب. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. استغفر الله.